الكلمة الحلوة طالعة، والكلمة العاطلة طالعة، والدنيا ما بتسوى. التواضع حلو، وطيبة القلب مو عيب، والذوق مطلوب، والأخلاق ترباي. حبوا الخير لبعضكم، الموضوع مو صعب. ما حد حياخد رزقة حد، كل شخص فينا مكتوب له رزقته وقدره وكل شي بخصه. إذا صفيت نيتك وحبيت غيرك أو كرهته، ما حيتغير شي بحياتك. المكتوب لك مكتوب. جرب صفي قلبك وشوف قد إيه الموضوع بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه اول مرة تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ بقى من دلوقتي كده تنظيفات العيد. يعني كل يوم خدي حاجة عشان ما يبقاش الموضوع مثلا صعب عليكي لو لسه تغسلي السجاد كله كده. انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا ما عنديش مش هغسل السجاد كله ولا كده، انا كله الحمد لله نضيف. هي السجادة دي بس هي اللي هغسلها، والدواسات اللي هي قدام البلكونة قدام الحمام كده، وسجادة المطبخ طبعا معروفة بتتغسل على طول أصلا. لكن بتاعة الركنة مثلا عشان احنا يعني قاعدين فيها على طول وكده، أنا حاطة حافظة عليها عشان برضو لو حاجة وقعت أو كده تبقى محافظة عليها، فبرضو نضيفة. وبرضه هبقى أعمل لهم بقى تنظيف جاف كده يفضلوا نضاف. بس لكن الحاجة اللي متبهدلة زي كده غسلتها. فانتي بقى لو هتغسلي السجاد كله ابدأي بقى من دلوقتي كده عشان ما تجيبيش كله في يوم واحد، او انك تغسلي كله السجاد ويبقى ضغط عليك وتمسحي كده، فكل يوم سجادتين سجادة، لان الجو حر بصراحة واحنا بنفرهد بسرعة. دلوقتي خدت بقى السجادة كده نفضتها الاول من اي تراب، وبعد كده غرقتها كلها مية ورشيتها عليها مية، يعني حاطة بقى فيها مسحوق والمعطر واوكسي جل. وبرضو يعني حطيت كده على السجادة، وبرضو حطيت نفس الحاجات دي على السجادة تاني. اعمليها بقى كده بالمقشة الخشنة او الناعمة اللي هي بحيث انها ترغي معاكي وتبقى سهلة. ممكن تعمليها بالفرشة اللي هي اليدوية وانتي واقفة، بس انا بصراحة بحب ان انا اغسلها بالفرشة، يعني لو في زي كده عشان لو في بقعة صغيرة انا مش شايفاها، ابقى يعني اعملها كويس كده، لان السجادة فيها ابيض وبتتبهدل معايا على طول. هي برضو مش متبهدلة قوي يعني معايا، بس برضو قلت تبقى نظيفة كده، لان هي برضو في داخل باب الشقة وخارجة من المطبخ مش عارف ايه، فاكتر حاجة متبهدلة معايا هي دي. والسجاد هي الفاتح بيبهدل اكتر، يعني هي فيها ابيض فلازم تحافظي عليه عشان الابيض ده ما يبقاش فيه بقع وتفضل ثابتة يعني. نبدأ بقى نعمل كده، ننضف الحاجات اللي يعني انت عايزة بقى تنضفي الشقة. كل يوم خدي غرفة معاكي كده واغسلي سجادة سجادتين، علشان ان شاء الله صيام من يوم الجمعة، فطبعا هيبقى صيام و هتشوفي هتقفي في المطبخ تطبخي وتشوفي الحاجات زي كده، تنظيف العميق في الشقة، فهيبقى ضغط عليكي. فابدأي من دلوقتي كده كل يوم خدي حاجة من ضمن، يعني مثلا احنا بنعمل حاجات في البيت ننظف زي كده غرفتك غرفة أولادك. نغسل السجاد اللي هو مش اللي هو محتاج يتغسل، لو انت كنت غسلاه مثلا في العيد او غسلاه في رمضان وهو مش محتاج يتغسل، السجادة النظيف اعمليه تنظيف جاف. تنظيف جاف بيعقمه وبيخليه نظيف وكده. لكن لو هي محتاجة تتغسل متبهدلة قوي من ولادك وكده، فاغسليها، الجو حر اصلا. انا عارفة ان في ناس ما بتحبش تقعد في الشقة من غير سجاد، في ناس اصلا بتشيل السجاد في الصيف، بس انا مش بحب بصراحة اشيل السجاد. بحس ان السجاد طول ما هو مش في الشقة مش فرشاه، بحس ان الشقة مهما رتب فيها فهي مش نظيفة ومش مترتبة. دلوقتي بقى الجو حر، اللي هتاخد يوم واحد، يعني لو غسلتيها الصبح تاني يوم هتفرشيها وتبقى نظيفة وكده. في ناس بقى مش بتخاف يعني تغسل السجاد بدري شوية، فيعني يتبهدل معاها من ولادها او كده، فممكن فبتستنى مثلا يوم الوقفة او كده تفرش. مش انتي حابة كده، حابة مش حابة وعايزة تفرشي افرشيها واعملي تنظيف جاف كل كام يوم كده. وتنظيف الجاف ما بياخدش حاجة اصلا، يعني هتفضل محافظة عليها وكأنها لسه مغسولة، يعني ما فيهاش اي بقعة ولا اي حاجة. انت بتعيدي عليها كده بتتعقم، وفيها اي بقعة انت مش واخدة بالك منها بتلاقيها نظيفة. هنا بقى انا غسلتها كلها وشطفتها، دي كانت يعني لميتها، ولميت بقى المية في البلكونة عشان قلت لكم كده ان المية تقف عندي عند باب البلكونة، فلميت كل المية علشان فردتها تاني. و عملتها كده، كنت خلاص سبتها صفت المية اللي فيها، وشديت المية اللي في البلكونة مسحتها وحطيتها تاني، وهشطفها شطفة كمان. عشان طبعا غسيل السجاد كله مهما تغسليها كويس لازم يعني تعمليها كويس بالمية.
لو ما عملتهاش كويس بالميه شطفتيها كأني ما غسلتيش السجادة اصلا، يعني كله في شطفها. انت اغسليها واشطفيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية تكون نضيفة تماما. ممكن تجيبي بقى لو انت ما حطيتيش المعطر، مش حابه تحطيه في الاول زي ما انا حطيته كده، ممكن بعد ما تخلصي خالص تجيبي المعطر في الميه وتدلقيه كده على السجاده بس، وانشريها بالمعطر عليها، هيبقى ريحتها حلوه برضو. بس هي اصلا يعني المسحوق والمعطر الاكسجين، الحاجات دي كلها، والاكسجين ده برضو بيخلي الريحه حلوه جدا. هنا بقى خليتها تتصفى، وبعد كده بقى ارفعها على السور عشان كانت تقيله. جبت بقى سجادة المطبخ هغسلها هي كمان. طبعا دي بتتغسل على طول يعني، والحمد لله انها غامقة عشان يعني المطبخ اكتر حاجة سجادته بتتبهدل يعني، فهي غامقة كويسة يعني ما فيهاش ابيض بقى زي بقية السجاد اللي عندي وكده. الدواسات بقى غسلتها في الحمام، لان بصراحة البلكونة المية بتكتر في البلكونة، ودي اكتر حاجة بقى بفضل بقى ان انا المية كلها بتتكون في مكان واحد، بفضل بقى اشد بالمساحة. فاكتر حاجة بتضايقني هي لم المية في الاخر، يعني المية مش بتمشي على لوحدها كده انها تتصرف لوحدها، لا انا لازم اشدها بالمساحة وكده. حتى انا كل مره كنت بحط خلطه على السجاد اللي انا كنت بحطها على هدوم تيا، وكنت قايله لكم عليها لما جيت اغسل السجاد قبل رمضان. بس السجاد المره دي مش محتاج اصلا حاجه، هو حطيت عليها المسحوق والحاجات دي بس، فاتغسل معايا كان نضيف. وهنا بقى اصلا يعني عارفين ان انا كنت غسلت قبل رمضان لما جيت اغسل السجاد، غسلت كل السجاد في يوم واحد يعني. لكن كان المرة دي الواحد مفرهد من الحر، يعني غسلت السجادة دي والسجادة الصغيرة دي ما خدتش حاجة. بس في الشتاء غير الصيف، يعني في الشتاء بتبقي سقعانه وقاعده مكسله، بس اول ما تقومي تتشجعي كده بتخلصي كل اللي وراكي. اما الصيف من اول حاجه بتعمليها خلاص بتلاقي نفسك فرهطتي مش قادره تكملي، فعشان كده بنقول نبدا من دلوقتي تنظيفات علشان مع اليوم وكده ما تبقيش ضغط عليكي وكده يعني. كفاية اصلا ان احنا بنقف نعمل غدا، تقفي تعملي فطار، فبجد جو صعب، وكمان النور بيقطع ساعتين وساعات بيوصل ل3. فكل يوم خدي حاجة كده في البدري، وما شاء الله اليوم طويل، انك ممكن تعملي حاجة الصبح وترتاحي وترجعي تعملي حاجة العصر، فاليوم طويل يعني. هنا كمان كنت شطفتها وحطيتها بقى على السور، وشديت كل المية في البلكونة، وخلاص كده بقى ايه السجادة الكبيرة صفت ميتها ونشرتها هي كمان، والشمس حلوة، ويعني هي هتاخد ان شاء الله يعني يوم واحد وتكون نشفت يعني. هفرشها بقى واحافظ عليها عشان تنظيف جاف وكده تبقى نظيفة. طبعا سامعين صوتي بتعيط، انا ساعات بسجل لكم الفيديو بالليل قبل ما انام عشان بيبقى فيه هدوء شوية وما فيش صوت وكده، لكن دلوقتي بسجل لكم الفيديو المغرب عشان ان شاء الله يعني ينزل لكم على طول في نفس اليوم يعني. فهي بقى طبعا صاحية وعمالة تعيط وتزن. هنا بقى خلصت الحمد لله السجاد، ودخلت بقى على المطبخ شفت فيه ايه، ونضفت الشقة كلها، وسبت بقى الايه الأوضة دي للآخر. طبعا هي برضو نضيفة وسجادها نضيف. نفضت الأول الشباك وسبت تفتحي الشباك كده تهوي الأوضة، وانتي خارجة تخلصيها تقفليها تاني عشان العفرة والحاجات دي التراب يعني. بيفتحها بالليل تلاقي بالليل بيبقى الجو طراوة شوية فتدخل ايه نسمة هوا الشقة، لكن بالنهار كده الجو حر ومش هتدخلي غير العفرة يعني التراب وكده، بعد ما تنضفي هتلاقيها اتبهدلت معاكي. انا بقى شلت من ملاية السرير عشان اغيرها، فضت اي حاجة فيها تراب. هشيل بقى السجادة انفضها. هبقى ان شاء الله اعمل تنظيف جاف، لان زي ما قلت لكم انا يعني كنت فرهطت اللي هو خلصت يعني عايزه اخلص، فقلت في يوم تاني كده هبقى امسكها بقى كده اعمل لها تنظيف جاف، والسجاد اللي محتاجه تعمل له تنظيف جاف هعمله كده كده ما بياخدش وقت يعني. السجاده ممكن تاخد منك 5 دقايق مثلا، مش هتاخد حاجه لو هي نظيفه زي كده. محتاجه تغسل طبعا اغسليها. حطيت بقى يعني لميت بقى من السرير كده عشان خاطر احط بقى دور كمان في الغسالة، عشان عم اخلص خالص تكون برضو الغسالة غسلت وانشر ويبقى كده تمام يعني. انا اليوم ده كنت بادئه من بدري، فزي ما قلت لكم اليوم طويل ما شاء الله، فالواحد بيخلص بدري كده احسن بدل ما يبدأ يومه مثلا من الظهر في عز الحر، ومع الطبخ والتنظيف كله في وقت واحد ما ينفعش. فلازم الواحد مثلا يصحى الصبح يخلص اللي وراه وياخد الفاصل اللي هو الظهرية دي، وبعد كده بقى نبدأ من العصر تاني لو هتعملي غدا ولو في حاجة ناقصة تاني تعمليها يعني. كمان احنا في الصيف بنسهر، واللي معاه اطفال زي كده بيسهر، فبنبقى الصبح مش قادرين نقوم، بس يعني انا قلت لا لازم اقوم بدري كده اخلص كل اللي ورايا في البدري احسن يعني. طبعا هنا انا التراب عندي ما اقولكوش، انا كل يوم بمسح الحاجات اللي زي كده عشان التراب بيبقى وحش جدا في الشقه وما بيبانش في التصوير، بس يعني لو حد دخل شقتي لو سبتها كام يوم على بعض كاني سايباها بقالي شهر مثلا.
هنا بقى المقشة كان باظت معايا في لما جيت اغسل السجاد. عملتها كده غسلت بيها السجادة كده في الأول عشان ترغي معايا، فكانت مبلولة مية يعني، سبتها في البلكونة تنشف بقى وكنست بالمكنسة. هي كده كده أصلا مفيش يعني حاجة ولا حاجة متبهدلة، هو بس تراب كده وشفتها عشان لما اجي امسحها ما تتبهدلش معايا. طبعا ما بدلقش مية علشان في فاصل صغير خالص من تحت السرير كده، في حاجات تحت السرير بخاف بصراحة تتبهدل، فبدلقش مية هنا في الريسبشن بس، وفي البلكونات هو اللي بدلق مية، لكن في الغرفتين ما بدلقش مية. بعملها كده بالشرشوبة. وعايزة اقول لكم ان الاوكسي الجل غير بقى المسحوق واي معطر بيغني عن اي حاجة، بجد ريحته حلوة جدا، غير بقى بريسيل وكده مش تبعنا. فالاوكسي جربوه ريحته حلوة جدا، بيخلي كده ريحة تحسي انتي فعلا نضفتي. الواحد لما بيخلص ويشم ريحة حلوة في الشقة، غير انك يعني ما حطيتش معطر ولا بخور ولا اي حاجة، هو بس انا مسحت بيه خلى ريحة الشقة معايا حلوة. طبعا برضو مسحت فيه حاجات مسحتها بس طبعا مصورتش عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا طبعا الفواصل الصغيرة اللي بين السرير والحاجات دي ما ننساهاش عشان تبقى كل حاجة نظيفة. وطبعا عشان انا برضو ايدي في الشقة على طول، وكنت ماشية برضو سلسلة تنظيف كده، اللي متابعني كان ماشي معايا سلسلة تنظيف، فالشقة معايا مش متبهدلة، فهيجي عليا يعني العيد زي كده مش هيبقى بقى بهدله ولا اي حاجه. الحاجات بس اللي محتاجه تتغسل غسلتها وبنضف الشقه اول باول. بس قبل العيد ان شاء الله بكام يوم كده همسح الشقه وهويها كويس واغسل الستاير كلها. انا مش حابه اغسلها دلوقتي لان انا شقتي عباره عن تراب، فهتتبهدل معايا، وانا مش حابه انها تبقى ريحتها تراب وكده، فاسيبها ان انا اغسلها. يعني مش تاخد وقت، يعني مش تاخد مجهود ولا حاجه، انت تحطها في الغساله تتغسل ويا دوب بس بتتهوى كده بسيط. وفي ناس اصلا طالما غسلتها في الاوتوماتيك وتنشرها على طول عشان تبقى ريحة المسحوق والمعطر كده فيها، تبقى ريحتها حلوة يعني. هنا بقى خلاص كنت مسحت الأرض كمان، وبفرش بقى السراير، وسبت الأرض بقى تنشف كده وحطيت السجاد. خلاص كده الأوضة كانت تمام معايا، وغسلت الحمام وكده. كنت يعني على الظهر كنت مخلصة كل حاجة. أنا بادئة برضو على الساعة 10، ففكرة إن أنا عملت الشقة فيها حاجات عملتها وغسلت برضو السجادة وما خلصت وكده، فيعني على الظهر الساعة كانت 1:30. كان كويس جدا يعني. ان شاء الله بقى الفيديوهات اللي هتنزل لكم الجايه هبقى هعمل تنظيف عميق في شقه حماتي ان شاء الله، المطبخ والشقه، عشان برضو يجي عليا العيد فهتبقى فيه حاجات بسيطه كده، ما يبقاش برضو فيه مجهود ولا اي حاجه. مطبخي طبعا لسه عاملاه معاكم من اسبوعين مثلا، فهو مش محتاج ان هو يتعمل بقى تنظيف عميق ولا حاجه، هو مترتب وكل حاجه، وكنت لسه غسلاه معاكم. بس في حاجات بسيطه هبقى اعملها في اي يوم عادي يعني. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، طالما انت محافظه على المطبخ بتاعك، غسلتيه وكل حاجه زي ما هي في مكانها وبتحافظي عليه، يا دوب بس كده بتنضفيه كل اسبوعين او كل شهر من الدهون، فهيفضل مترتب ونضيف. يجي عليكي وقت زي كده مثلا مشغوله في حاجه، تعبانه مش قادره تنضفي، فيبقى تنظيفات بسيطه، ما يبقاش ضغط عليكي يعني. وان شاء الله برضو لما نيجي نصوم من يوم ان شاء الله، من يوم الجمعه، بدايه يوم الجمعه، مش عايزين نضيع اليوم كله في تنظيفه والمطبخ والحاجات دي، ونسيب بقى ورد القرآن والصلاة والأذكار اللي هي يعني الأيام دي زي رمضان وأكتر كمان. فبرضو وبرضو هيبقى جهد علينا يعني ان احنا نبقى صايمين ونعمل كذا حاجة، فكل يوم ناخد حاجة منه يبقى سهل، ومنه ما نضيعش الأيام المفترجة اللي جاية ان شاء الله. هنا بقى خلاص الأوضة كانت خلصت معايا والأرضية نشفت، طبعا مبتاخدش وقت خالص، الجو حر، ففرشتها وكده خلاص الأوضة بقت تمام معايا. وكمان هقفل بقى الشباك عشان زي ما قلت لكم خلاص اتهوت، يعني بقى لها كده نص ساعة واكتر، فتمام اوي. بقفل الستارة كده واقفل النور، ويبقى كده الحمد لله كنت خلصت. متنسوش بقى اللايك لان ده اللي بيرفع الفيديو، والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو اول مرة تشوفيني. وكده خلاص يكون الفيديو خلص، اشوفكم على خير في فيديو جديد.